وحينما نعود إلى الشأن السياسي نجد أن الحوار كان في الأساس قائما. كان هناك حوار في هذا البلد قبل العدوان فيما يخص الشأن السياسي، فيما يخص السلطة، حوار برعاية من الأمم المتحدة من خلال مبعوثها الذي كان متواجدا في اليمن، حتى عندما بدأ العدوان كان لا يزال موجودا في اليمن. أخبرت مجلس الأمن أنني أشعر بخيبة أمل لأن الحوثيين لم يستجيبوا لمطالب المجلس بالانسحاب من مؤسسات الدولة وبالإفراج عن الأشخاص الموضوعين تحت الإقامة الإجبارية أو المعتقلين بشكل تعسفي، وبالكف عن أي إجراءات أحادية الجانب قد تؤدي إلى تقويض العملية السياسية والمساس بأمن واستقرار اليمن. نحن من نحدد مصيرنا، نحن من نختار حكومتنا، نحن من نقرر كشعب يمني من نقرر نظامنا، كيف يكون، من يكون الحكومة. كل هذه التفاصيل السياسية هي شأن يمني خاص. ناقشت اللجنة الثورية في اجتماعها اليوم بصنعاء برئاسة رئيس اللجنة محمد علي الحوثي خطط ورؤى اللجان الثورية في الوزارات والمؤسسات الحكومية للارتقاء بمستوى الأداء ومعالجة جوانب القصور ومكافحة الفساد خلال الفترة الانتقالية وفقا للإعلان الدستوري. واستعرض الاجتماع الذي ضم رؤساء اللجان الثورية في الوزارات والمؤسسات ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من مهام في مختلف المجالات التي يسوقونها في محاولة للتسويق لعدوانهم وشرعنة عدوانهم الغاشم الظلوم، فهي كلها واهية، لأن هناك عددا كبيرا من الحقائق الكبيرة، الحقائق الواضحة الجلية التي تكشف زيف ادعاءاتهم وتبريراتهم وتوضح أنها مجرد تبريرات واهية لا أساس لها. في مقدمة هذه الحقائق حقيقة كانت هي بمفردها كافية في دحض كل المقولات والادعاءات والتبريرات. هذه الحقيقة هي تتمثل بالدور الأمريكي في هذا العدوان والموقف الإسرائيلي منه. خلي هذا كلمة لعبد الملك الحوثي، نحن أمريكا نحن إسرائيل. الله ينعلك يا صهيوني يا ابن الصهيوني، بين الدماء لا يوم الدين يا ملعون، لا بيوتنا. هذا الشعار حقك قال البيوت يا ملعون، الله ينعلك إلى يوم الدين يا عبد الملك الحوثي. الآن نحن نقول للإخوة في الجنوب نحن لسنا غزاة، نحن منكم وأنتم منا. نحن